يعني لا معاك فلوس ولا معاك قيد ولا معاك وسيلة تواصل وعاوز تخطف رضا سليم من الأهلي؟ دي أحلام العصرية دي يا ميدو. كلنا سمعنا التسريب الصوتي لميدو واللي فيه كان بيحاول يخطف صفقة الأهلي رضا سليم من الجيش الملكي ويغير مسارها ل100 عقبة، لكن في الحقيقة انه فشل كالعاده. والسؤال اللي ما بطلش يخرج من على لساني ولا يخرج من دماغي وانا بسمع التسريب ده، انا عاوز اعرف ايه هي كروت الاقناع اللي كانت مع ميدو والمفروض يقدمها لرضا سليم علشان يقنعه انه يلبس تيشيرت الزمالك. يعني ميدو راح يتكلم معاه في ايه عشان يقنعه يغير قراره ووجهته ويخليها للزمالك بدل الاهلي؟ وعلى اي اساس؟ يعني هل الزمالك هيدفع فلوس للجيش الملكي اكتر من الاهلي؟ فساعتها الفريق المغربي هيفضل عرض الزمالك؟ الحقيقه انه لا. طب هل الزمالك هيدفع اكتر من الاهلي للاعب نفسه ووكيله؟ الحقيقه انه لا برضه. طب هل حتى العرضين زي بعض تماما في كل التفاصيل؟ فساعتها الاختيار هيكون لرغبه اللاعب في انه يرتدي تيشيرت مين؟ برضه لا. طب ايه خليني كلاعب محترف مش مصري ما عنديش ميول او انتماءات لفرق في البلد دي ان اسيب نادي هيلعب نسختين كاس عالم للانديه ودوري ابطال افريقيا واروح اخد تجربه احتراف في نادي بيلعب كونفدراليه؟ ها؟ ايه يخليني اخد ريسك كبير في اني اخد تجربه احتراف في فريق لا في سكواد كبير حاليا ولا في استقرار فني ولا اداري ولا في فلوس، وبالتالي في تاخير في دفع رواتب اللعيبه، وكل يوم والتاني شكوى جديده من لاعب مشي ضد النادي في الفيفا بسبب ايه؟ المستحقات. فايه هو معيار الاقناع اللي كان عند ميدو فاكر انها ميزه تنافسيه يقدر يكسب بيها الاهلي ويحول مسار الصفقه من الاهلي للزمالك؟ يعني انا ممكن نتفهم مثلا لو بيراميدز هو اللي قرر يروح في اتجاه رضا سليم ويحاول يتفاوض معاه، في الاخر ده فريق بيملك من النفوذ الماليه ارقام فلكيه ويقدر يحارب الاهلي في السكه دي. كمان هيلعب دوري ابطال افريقيا الموسم ده مع مدرب مستقر جدا معاه وبيقدم افضل فتراته الكرويه مع باتشيكو، وكل دي حاجات ممكن تبقى مركز اغراء لرضا سليم نفسه. انما الزمالك يا راجل، ميدو وغير ميدو محتاجين ينزلوا شويه على ارض الواقع، يبطلوا يلعبوا بمشاعر الناس. مشروع بيراميدز حاليا هو جاذب للاعبين اكتر من الزمالك، لان التاريخ والارث مش كل حاجه، وخلاص بقينا في عصر اللعيبه والمدربين بيدوروا فيها على اغراءات اهم من التاريخ ومن التراث ومن الحاجات دي. دي حقيقه الزمالك اللي لازم الناس تقتنع بيها. محدش هيجيلك الا لو كان مشجع او محب للزمالك وقادر يزود من قناعاته انه هيتحمل مع الفريق حبا في الشعار. اما الاجانب فمفيش اي اغراء ولا اي كارت اقناع عند الزمالك يقدر ينافس بيه بيراميدز او الاهلي في انه يخطف منهم صفقه. فبهدوء كده يا ميدو، وبهدوء لكل الزملكاويه، رضا سليم اهلاوي والباقي جاي في السكه. حوط على عيالك.